أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم الآن من مشروع إسكان غربي بغداد، حيث تجري حفلة افتتاح هذا المشروع برعاية سيادة قائد البلاد المظفر وزعيمه الأمين اللواء الركن عبد الكريم قاسم، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. أيها المواطنون، سيادة الزعيم. السلام عليكم أبناء الشعب، أخواتي وأخواني. يسرني جدا أن أفتتح مشروع إسكان غربي بغداد في مساء هذا اليوم، بعد أن افتتحنا مشاريع عديدة في اليومين الماضيين وفي هذا اليوم. أن هذه المشاريع هي جزء يسير من المشاريع التي تعتزم هذه الحكومة الوطنية التي انبثقت من إرادة الشعب، أن تؤمنها لكم. إننا قد صممنا وأن الباري عز وجل سوف يساعدنا في تصميمنا هذا. صممنا أن نقضي على الصرائف والدمادم والمنازل المهدمة، وأن يسكن أبناء الشعب في مساكن مريحة ملائمة تلائم قدرهم وجهودهم وثروة هذه البلاد. لدينا مشاريع عديدة في المستقبل، منها توزيع قطع أرض بأقيام ملائمة جدا، ومنها بناء دور ومساكن في مختلف أنحاء القدس. وفي هذه اللحظة سوف أفتتح هذا المشروع بمقدار 1154 دارا، أرجو أن يسكنها أبناء الشعب وهم بخير. إني إذ أبارك ساكني هذه الدور بدورهم الجديدة، أتمنى من الباري عز وجل أن يسدد خطى المخلصين العاملين في سبيل الله والشعب والوطن. وإنني أفتتح هذه الدور وهذا المشروع بسم الله وباسم الشعب والوطن. وإنني في الوقت الحاضر قد أخبرت وزير التخطيط ووزير الإسكان أن يساعد في المشاريع الجديدة على جهد طاقتهما، والله الموفق، والسلام عليكم.